الحقيقه انا عايزه اقول لك اصل الكنيسه ليها حاجات وبتلتزم بتعليم الكتاب المقدس، لكن انا كنت عايزه اخدها من منظور تاني، لان احنا بيطبق علينا الشريعه الاسلاميه في القضايا، بنيجي عند الكنيسه الموضوع بيختلف. لا انا عايزه يكون بقى نحاول نوفق ونقرب المسافات، لان انت عندك ناس كتيره جدا جدا يعني بمعنى اصح حالها واقف، لان لا هي محصله متجوزه ولا متطلقه، لان القضيه بتاخد طلاق من المحكمه لكن ما بتاخدش تصريح جواز من الكنيسه، فهنا بيحصل تعارض كبير جدا. لا احنا عايزين نقرب المسافات وما نخرجش عن انا مش من الناس اللي بتطالب بنخرج عن تعليم الدين، انما ننصف المراه لانهم بيبقوا صغيرين وبيعيشوا حياتهم بالطريقه دي وبيربوا اولادهم بيموتوا ويعيشوا وقضيتهم لسه ما اتحلتش. احنا عايزين سرعه الانجاز، احنا عايزين نحسب الامور، ما تقعدش كلها متعلقه كده. البنت ممكن تشيب وهي لسه ما خدتش حقها في القضيه، الطفل اللي ممكن يكبر ويبقى شاب ولسه ما خدش حقه. احنا عايزين يبقى له هويه، يطلع شاب طبيعي او بنت طبيعيه في المجتمع. رايحين للاسلام عشان يطبقوا تشريع الاسلام عليهم. رايحين للاسلام، دينكم مش قادر يديكم، مؤمنين بيه ليه؟ دينكم ما قدرش الظروف، دينكم راجل يسوع يا جماعه، يسوع يا جماعه. واحد كان رايح شجره التين، مش عارف هو ده موسم التين ولا لا، هيعرف منين الطلاق والكلام ده كله؟ بالله عليكم، واحد ما كانش عارف شجره التين فيها تين ولا ما فيهاش، هيعرف منين الطلاق ومش الطلاق والكلام ده؟